لما تسمع صوت في السما جامد جدا وتلاقيه بيتكرر كذا مرة، وتيجي تبص تلاقيها طيارة، بس الطيارة في مكان غير الصوت، يعني طيارة بتسبق الصوت. دي طيارات بتبقى موجودة في مصر اسمها الرافال. معلومة عسكرية عن الرافال المصرية: الرافال هي مقاتلة متعددة المهام وإنتاج شركة داسو للطيران، وتمتلك مصر عدد كبير جدا من الطيارات في إطار صفاتها العسكرية لتحديث قواتها الجوية. وإليك بعض المعلومات الأساسية عن الرافال المصرية. الخصائص الفنية للرافال: الطول 15 متر، طول الجناحين 10 متر، الارتفاع بتاعها عن الأرض 5 متر، مش الطيران ده وهي واقفة على الأرض. الوزن الأقصى للإقلاع 24 طن، والسرعة بتاعتها 2000 كيلو في الساعة، ولو قفلت العداد في السرعة تجيب 3700. بالنسبة للتسليح بقى، ممكن تشيل سلاح كتير جدا ومتعدد معاه: صواريخ جو، صواريخ أرض، صواريخ مضادة للدبابات، كل حاجة موجودة معاه. وطبعا متنساش صواريخ مضادة للسفن، مش بس استخدامها لرمي الصواريخ بس، لا دي متعددة المهام، ده ممكن تعمل حاجات تانية كتير. تشتغل هجوم أرضي واستطلاع ودفاع جوي، تحتوي على رادار متعدد الوظائف. فيها الرادار ممكن يحدد كذا هدف معين في نفس الوقت ونفس اللحظة، وأنظمة رؤية ليلية ونهارية. بنستخدمها في إيه بقى؟ في الدفاع الجوي، حماية المجال الجوي المصري من التهديدات بتاع العدو. والهجوم الأرضي، تنفيذ هجمات دقيقة على أهداف أرضية. ويعتبر السلاح الجوي المصري من أهم الأسلحة اللي موجودة في الجيش بتاعنا، وإحنا شفنا الكلام ده كله في 73.